العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، أصحابكم فيها حنان عمر جيلاني، والبدء بالعناوين. وزارة الصحة تصدر توجيهات لمكافحة كورونا. مراسم دفن السفير أرأيا دستا في مقبرة الشهداء بأسمرة. إرساء خط مياه جديد في كرن. سبعة 57 قتيلا بينهم 7 أطفال في هجمات بالكونغو الديمقراطية. مقاتلة روسيا تعترض طائرة استطلاع أمريكية في منطقة بحر بارنتس. وغابات الأمازون تتآكل بشكل غير مسبوق. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. أصدرت وزارة الصحة تصريحا بشأن وضع وباء كوفيد-19 والإجراءات التي يتوجب اتباعها للحد من انتشاره بعد تخفيف صرامة القيود المتخذة سابقا والتهاون وانتهاك كل إجراءات المكافحة لتنتشر الجائحة بتسارع ونطاق واسع. نص التصريح بصوت الزميل قاسم أحمد. من المعلوم بأن اتخاذ إجراءات مكافحة صارمة وواسعة وفي وقت مبكر ولفترة زمنية مطولة للحد من جائحة كوفيد-19 أفضت لكبح انتشار الفيروس في بلادنا حتى الآن في أدنى مستوى بكل المقاييس العالمية والإقليمية، الأمر الذي جنب شعبنا الهلاك إلى جانب تخفيف الضغط عن مؤسسات الخدمات الصحية. وكما رأينا في تجارب مختلفة الدول، فأن تلك التي صارعت إلى اتخاذ خطوات حازمة تمكنت من السيطرة على الجائحة وإبقائها في أدنى مستوى. ولكن على الرغم من ذلك، وبمجرد أن اتخذت هذه الدول إجراءات لتخفيف القيود بناء على تلك المعطيات، وفي ظل الأوضاع التي انتهكت فيها كل إجراءات المكافحة، انتشرت الجائحة مرة أخرى وبصورة سريعة وعلى نطاق واسع. وتشهد ما واجهته خاصة دول الشرق الأوسط وآسيا كفيتنام والهند على هذه الحقيقة. وفي بلدنا أيضا، وبعد تخفيف ورفع الإجراءات التي كانت مفروضة، صار المواطنون والمؤسسات تتهاون وتخرق إجراءات المكافحة، الأمر الذي أدى إلى ظهور أوضاع مقلقة كما تشير إليه التقارير اليومية التي تبثها وسائل الإعلام. من العوامل التي تتسبب في تكاثر الإصابة وأهمها هي تجمع الناس في مختلف المناسبات الاجتماعية، وقد لوحظت في الأسابيع الأخيرة ظواهر مقلقة تتمثل في التجمعات في مختلف المناسبات الاجتماعية التي تخرق كل إجراءات المكافحة والسلامة كالأعراس والمآتم وغيرها، وهي تمثل خطرا حقيقيا. وقد تمت الإشارة عند تخفيف إجراءات المكافحة بأنها لا تشمل هذه المناسبات، وأنه في حال تنفيذ مناسبة اجتماعية أن تتم بعدد محدود مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية. ولأنه لم يتم التقيد بذلك، واعتبارا من اليوم كل المناسبات الاجتماعية التي لا يمكن تأجيلها تتم بعدد محدود جدا، أي أن لا يتجاوز عدد المشاركين في الأعراس والقبر إلى 40 كحد أقصى. يمنع نصب الخيام أو استخدام وتأجير القاعات. تأجيل كل المناسبات الاجتماعية الأخرى، وفي حال إجرائها تتم بعدد لا يتجاوز 10. وتتم الطقوس الدينية في دور العبادة بعدد محدود مع مراعاة كامل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. تمنع الاجتماعات في المؤسسات الحكومية وغيرها إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حال كان الاجتماع ضرورة قصوى يجب إجراؤه بأقل عدد ممكن مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والنظافة. استخدام قناع الوجه هو إلزامي في كل الأنشطة سواء في المدن أو الريف، ويجب المداومة على نظافة الأيدي وتعقيم الأدوات. الالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام معقم أمر إلزامي في المؤسسات الخدمية كالبنوك والمؤسسات الصحية والتجارية والمقاهي والمطاعم والحانات وغيرها. يمنع ترحيل الناس بشاحنات النقل،
ويجب التقليل من حركة الناس من إقليم إلى آخر إلا في حالة ضرورة. ونشير مرة أخرى بأن كل من يخالف ما ورد سابقا سيتعرض لعقوبات صارمة، وستتعرض كل المؤسسات التي لا تلتزم بما ورد للإغلاق، لأن الصحة والسلامة فوق كل اعتبار. وزارة الصحة 6 يونيو. أشكرك زميل قاسم، والآن ننتقل إلى أخبار أخرى. تمت مراسم دفن السفير الدائم لإريتريا لدى الاتحاد الأفريقي السفير أرآيا داستا ظهيرة اليوم 6 يونيو في مقبرة الشهداء بأسمرة بحضور كبار مسؤولين الحكومة والجبهة. التحق المناضل السفير أرآيا داستا بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1981، وعين للنضال بالخارج في عام 1986 ممثلا للجمعية الإغاثة الإريترية إيرا في مدينة أوتاوا بكندا، وخدم وطنه وشعبه بتفان حتى تحرير البلاد في العام 1991. ثم عين السفير أرآيا بعد الحرية بوزارة الخارجية، وعمل في السلك الدبلوماسي حتى 1994 كسكرتير أول في كندا. وعمل الشهيد في الفترة بين 1994 حتى 2001 كمستشار دبلوماسي في بلجيكا والصين، ومن 2001 حتى 2005 كسفير دولة إريتريا في السويد وسفير غير مقيم في الإقليم نورديك، وبعدها وحتى 2013 كمندوب إريتريا الدائم في الأمم المتحدة، ثم أخيرا من عام 2013 حتى استشهاده عمل كمندوب دائم لإريتريا في الاتحاد الأفريقي. كان الشهيد مناضل وخبير دبلوماسي خدم الوطن بكل أمانة وجهد كبير. السفير الشهيد أرآيا داستا رب أسرة وأب ل5 أبناء. وتعرب وزارة الشؤون الخارجية عن بالغ حزنها لاستشهاد السفير أرآيا داستا، وتقدم تعازيها لأسرته ولرفاقه. المندوب الدائم لإريتريا لدى الاتحاد الأفريقي السفير أرآيا داستا استشهد في 27 من مايو جراء مرض ألم به وبعد علاج في إريتريا وكندا. دشنت في الأول من يونيو في مدينة كرن المرحلة الأولى من خط المياه الصالحة الذي ينفذه مشروع الدهالو بتكلفة أكثر من 14 مليون نقفة لتخفيف مشكلة مياه مدينة كرن. ويشمل المشروع المنفذ بتنسيق إدارة الإقليم وخبراء مشروع الدهالو وأعضاء قوات الدفاع والسكان مد أنابيب المياه بطول أكثر من 22 كيلومتر و4 خزانات مياه سعة 3000 برميل ماء ومضخات وغيرها. وقال مسؤول مشروع مياه الدهالو السيد شيشاي تسفاي إكمال العمل الذي بدأ في شهر يونيو 2020 بفعالية يعكس قدرة العمل المحلية، مشيدا بصفة خاصة أعضاء قوات الدفاع لمساهمتهم الكبيرة. وتضمنت المرحلة الأولى لمشروع مياه مدينة كرن ضخ المياه من دعاريت إلى الخزانات المقامة في فورتو ثم توزيعها للمدينة، وقد بدأ تقديم الخدمة لإرساء البنية التحتية اللازمة. من جانبه أوضح مسؤول مياه مدينة كرن السيد أبرها غرماتيون أن مدينة كرن تمدد تتوسع سكانيا، وسيسهم مد خطوط المياه في تخفيف مشكلة السكان وعملهم، وقد تم حاليا إدخال عدادات المياه لأكثر من 300 منزل في مناطق لم توجد فيها خطوط مياه من قبل، وأن عملية إدخال العدادات مستمرة. وأشاد بمشاركة السكان لإنجاز المشروع داعيا لترشيد استهلاك المياه. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط بتدريب 17 امرأة راعية من مديريتي أخرية وأبشاول لمدة 8 أشهر في فن التجميل عامة. ودعا مسؤول الرعاية الاجتماعية سيد تيدروس في السهاية في مناسبة تخريج المتدربات على العمل لتحسين حياتهن المعيشية استفادة من التدريب لتصفيف الشعر وجمال الجسد والدعم بالمعدات.
من جانبه دعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد جابري يوحنس والدقرقيس ومسؤولة مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيدة جمعة إبراهيم المتخرجات تطوير المهنة المكتسبة بالجهد والعمل ونقل المعرفة إلى الأخريات. وناشدت ممثلة المتخرجات لتعاون الإدارات والجهات الأخرى لإيجاد مكان عمل لفعالية التدريب. وتلقت المتخرجات الشهادات وأدوات لبدء العمل. سيداتي سادتي، نشرتنا لا زالت متواصلة من الفضائية الإريترية، لكن بعد هذا الفاصل القصير رجاء يبقوا معنا. أهلا بكم مجددا. قالت الأمم المتحدة إن هجمات نفذتها القوات الديمقراطية المتحالفة في شمال شرق كونغو الديمقراطية خلفت 57 قتيلا بينهم 7 أطفال، معربة عن استيائها من العنف ضد القرى ومخيمات النازحين بحسب الشرق بلومبرغ. وأورد المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بابارا بالوش خلال إحاطة في جنيف أن عدة أشخاص آخرين أصيبوا وخطف 25 بينما أحرق 70 منزلا ومتجرا وأحرق سكانها أحياء في بعض الأحيان. ونسب الهجمات إلى القوات الديمقراطية المتحالفة. ونفذت الهجمات قرب بلدتي بوغا وتشابي في إقليم أيتوري. وصنفت الولايات المتحدة جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة المسلحة التي يشتبه بأنها مسؤولة عن مقتل مئات المدنيين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منظمة إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية. أكد الأسطول الشمالي الروسي أن طائرة تابعة له من طراز ميغ 31 رافقت طائرة استطلاع عسكرية أمريكية في منطقة بحر بارنتس. وأشارت قيادة الأسطول في بيان لها أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية إلى أن الطائرة الدورية التابعة لسلاح الجو الأمريكي P-8A بوزيدون كانت على مقربة من الحدود الروسية. وأضافت أنه بعد تحويل الطائرة العسكرية الأجنبية لمسارها بعيدا عن حدود الدولة عادت المقاتلة الروسية بأمان إلى قاعدتها. وتابعت أن طيران المقاتلة الروسية جرى بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي لم يسمح بانتهاك الحدود الروسية. أثارت بيانات حكومية صدرت مخاوف من أن موسم الجفاف القادم سيشهد المزيد من تآكل الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية عن العام الماضي. وزادت المنطقة التي أزيلت منها الغابات في مايو والتي تم تحديدها بناء على صور التقطتها أقمار اصطناعية بنسبة 41% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020 وفقا لبلاغات يومية جمعها نظام مراقبة تابع للمعهد الوطني لأبحاث الفضاء. وتعتبر هذه البيانات مؤشرا رئيسيا موثقا لبيانات أكثر شمولا تصدر نهاية العام. ويعد شهر مايو بداية موسم الجفاف في منطقة الأمازون حين تزداد عملية تآكل الغابات. وتأتي هذه البيانات في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الرئيس جاير بولسونارو تدقيقا مشددا وشكوكا بشأن تعهدات الرئيس الأخيرة بكبح جماح إزالة الغابات، بينما يخضع مسؤولون بينهم وزير البيئة للتحقيق في عملية تسهيل تصدر أخشاب الأشجار المقطوعة بالمخالفة للقانون. والخبر الأخير في هذه النشرة:
فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقا مع فيسبوك بشأن مكافحة الاحتكار يتعلق بالنظر فيما إذا كانت الشركات تخالف قواعد المنافسة في سوق الإعلانات باستخدام البيانات السرية التي تجمعها من الخدمات المنافسة. وقالت هيئة مراقبة المنافسة البريطانية في إعلان متزامن إنها أطلقت تحقيقها الخاص لفحص ما إذا كان جمع فيسبوك واستخدامه للبيانات يمنحه ميزة غير عادلة على المنافسين الذين يقدمون البيانات السرية وخدمات المواعدة عبر الإنترنت. هذا التحقيق هو أحدث إطلاق من قبل المنظمين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الذين يحاولون كبح هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، ويسلط الضوء على قلقهم الطويل الأمد من أن البيانات التي تجمعها هذه المنصات عبر الإنترنت من العملاء وتحالف قواعد المنافسة. مشاهدينا الكرام، هذه كانت نشرتنا لهذا المساء. أشكركم على المتابعة. قبل أن أختم النشرة اسمحوا لي أن أذكركم بأهم العناوين. وزارة الصحة تصدر توجيهات لمكافحة كورونا. مراسم دفن السفيرة رايا دستا في مقبرة الشهداء بأسمرة. إرساء خط مياه جديد في كرن. 57 قتيلا بينهم 7 أطفال في هجمات بالكونغو الديمقراطية. مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية في منطقة بحر بارنتس. وغابات الأمازون تتآكل بشكل غير مسبوق.